تخيل لو استيقظ أحد الفراعنة من نومه اليوم بعد آلاف السنين من الصمت داخل مقبرته. يفتح عينيه فلا يرى الرمل ولا الكهنة ولا الأهرامات القديمة، بل ناطحات سحاب وشاشات مضيئة وهواتف ذكية وطائرات تحلق في السماء. فرعون يعود من الموت. لكن السؤال الخطر هو: ماذا لو قرر أن يحكم العالم من جديد؟ وماذا سيفعل في زمن كهذا؟ كانت السنة 2025 ووفدت بعثة أثرية مصرية إلى صحراء الجيزة لتكتشف مقبرة لم تفتح من قبل، جدرانها مليئة بنقوش تحذر: من يوقظ الملكة سيفتح باب العالم السفلي. ضحك العلماء وقالوا: مجرد خرافة فرعونية، لكنهم قرروا فتح التابوت. وما إن رفعوا الغطاء حتى امتلأ المكان برائحة غريبة، وأصدر التابوت صوتا كأنه يتنفس. دقائق قليلة واهتزت الأرض، والدخان والرياح تلف المكان بعنف. صرخ العمال وانطفأت الأضواء فجأة، ثم سكون تام. وحين انقشع الغبار كان التابوت فارغا. في نفس الليلة أظهرت كاميرات المراقبة رجلا غريبا يمشي وسط الناس، يلبس ملابس فرعونية لا ظل له ولا حرارة لجسمه، وجهه ثابت وعيناه تلمعان بلون ذهبي غريب. توجه نحو المتحف المصري القديم ووقف أمام تمثال رمسيس، ومد يده لتمسس الحجر فانشق كأنه حي. وانطفأت الكهرباء في المدينة كلها. خرج الناس إلى الشوارع مذهلين، والأجواء ثقيلة، وصوت غامض دوى في السماء: خلال ساعات امتلأت الأخبار العالمية بالحدث. الصحف تتحدث عن الرجل الذي عاد من الموت. Scientific asylum granted. الولايات المتحدة عرضت عليه اللجوء العلمي، والصين أرسلت طائرة خاصة لتحليله، لكنه لم يتكلم، لم يبتسم، فقط يراقب. وعندما جلس أمام شاشات التلفاز لأول مرة، قال بصوت عميق يهز الجدران: من خضع لي بالأمس سيخضع لي اليوم. وفي تلك اللحظة تعطلت الأقمار الصناعية في نصف العالم. لا أحد فهم كيف، ولكن بدأ أن التكنولوجيا كلها تخضع له. بدأت الفوضى تنتشر في كل مكان. الأنظمة الإلكترونية في البنوك تعطلت فجأة، وظهرت على الشاشات كلمة واحدة: را، الاسم الذي كان محفورا على جدران مقبرته. كل شاشة، كل هاتف، كل جهاز بدأ يعرض وجهه الذهبي، يتكلم بلغات لا يعرفها أحد، ولكن الأمة كلها تفهمه بطريقة غريبة. شعوب كاملة وقفت مذهلة، بعضها ظنها معجزة، والبعض همس: إنها لعنة الفراعنة. لكنه أعلن أمام العالم: لقد خضعت لي الشمس، والآن تخضع لي الآلة. بدأت المدن تسقط واحدة تلو الأخرى، أنظمة الطاقة توقفت، الاتصالات انقطعت، وكل شيء متصل بالكهرباء مات. وفي بث مباشر قال: أنتم عبدتم التكنولوجيا بدلا من الآلهة، فلتسقط تكنولوجياتكم وليبعث مجدي من جديد. انهارت البورصات، انطفأت المدن، وأصبح الليل يبتلع الأرض. لكن في وسط هذا الظلام كان هناك شاب مصري واحد، عالم فيزياء يدعى عادل. هو الواحد الذي اكتشف السر. مصدر قوة الفرعون ليس سحرا، بل طاقة نادرة تأتي من حجر غامض في مقبرته، حجر يسمى عين را. كل التكنولوجيا في العالم تتغذى على تردده الكهرومغناطيسي. قرر عادل أن يخاطر بحياته، وعاد سرا إلى المقبرة القديمة، بينما الحراس الأولي للفرعون يحاصرون المكان، وهو يمسك المطرقة ويرفعها فوق الحجر. وضرب الحجر بكل قوته انفجار ضخم أضاء سماء القاهرة. ضوء ذهبي اخترق الغيوم
عادت الكهرباء والوضوح، وكل الأجهزة التي كانت تعرض اسم RA اختفت بياناتها كليا. في المتحف المصري وجد العلماء التابوت مغلقا من جديد، وعليه نقش جديد لم يكن موجودا من قبل. I have returned, and I will return.